المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: إحياء الذكرى 28 للاستقلال في أديس أبابا. الإريتريون في جنوب السودان وفرنسا يحتفلون بعيد الاستقلال. ورشة عمل حول مكافحة وقوع الحوادث في أسبرا. عشرات القتلى والمفقودين في قرق قارب بالكونغو الديمقراطية. لافروف يتهم واشنطن بتعزيز الصراع في أمريكا الجنوبية. زلزال قوي يهز شمال البيرو ومقتل شخص. أهلا بكم مشاهدينا. بعث رئيس بولندا أندري دودا ورئيس البرتغال مارسيلو دي سوسا وملكة بريطانيا العظمى اليزابيث الثانية ورئيس كوبا ماغويل دياز كانيل ورئيس سويسرا الاتحادية أولي ماورير وسلطان عمان قابوس بن سعيد وملك هولندا ويليام ألكسندر ورئيس وزراء تايلاند جنرال باريوت تشان أوشا ورئيس فلسطين محمود عباس ورئيس الجزائر عبد القادر بن صالح ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. وأعرب الرؤساء والملوك تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس السياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. نظمت السفارة الإريترية في إثيوبيا ومندوب إريتريا الدائم في الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية الأفريقية بال25 من مايو الجاري احتفالا بهيجا بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال في ساحة السفارة الإريترية الجديدة بأديس أبابا. وقد جرى الاحتفال على جزئين، حيث ركز الجزء الأول على تنظيم مائدة غداء لمسؤولي الحكومة الإثيوبية وأعضاء سلك الدبلوماسيين المعتمدين في أديس أبابا والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومسؤولي المفوضية الأفريقية والمفوضية الاقتصادية الأفريقية وأصدقاء إريتريا. وألقى مندوب إريتريا الدائم في الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية الأفريقية السفير أريا دسا في الحفل الذي حضره حوالي 250 من الضيوف كلمة رحب فيها بالضيوف. كما ألقى سفير إريتريا في إثيوبيا السيد سماري رؤسوم كلمة أوضح فيها أهمية المناسبة الجليلة، فيما أوضحت السفيرة برتكان إيانو وزيرة الدولة في الشؤون الخارجية الإثيوبية ممثلة الحكومة الإثيوبية كلمة تعكس الصداقة بين البلدين. كما اشتمل الجزء الثاني من الحفل تنظيم برامج فنية للإريتريين المقيمين في أديس أبابا وضواحيها والبالغ عددهم أكثر من 700 شخص، وكذلك مائدة عشاء. وقد ألقى السفير سمير رؤسوم كلمة قال فيها أن الجاليات الإريترية في كافة أرجاء العالم تحتفل بهذه المناسبة العظيمة بحفاوة كبيرة وبطريقة منظمة، وهو اليوم يأتي الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية في أديس أبابا بعد 20 عاما، معبرا عن تهنئة الحارة للمشاركين في الحفل. وتم في المناسبة عرض عبر الفيديو يعكس مرحلة السلام والتعاون المبشر في منطقتنا، إضافة إلى تاريخ إريتريا الحافل وثقافة الشعب الإريتري السمحة والجمال الطبيعي للبلاد. احتفل الإريتريون المقيمون في جنوب السودان يوم 25 من مايو الجاري في جوبا بعيد الاستقلال. وأوضح سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلم ميكائيل في الحفل الذي حضره المسؤولون في حكومة جنوب السودان والدبلوماسيون وحوالي 1500 مواطن إريتري نضالات الشعب الإريتري لإفشال عدائيات 20 عاما الماضية والدخول إلى مرحلة السلام المبشرة عبر التغيير الذي حدث في إثيوبيا، مشيرا إلى أن اتفاقات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأمني المبرمة بين إريتريا وإثيوبيا على أساس مصلحة الشعبين تنفذ على مراحل. وقال السفير يوهانس إن صمودنا وتصدينا سر قوتنا وانتصارنا، موضحا أن الأعداء والمعتدين الذين حاولوا تدميرنا ارتطمت أحلامهم البغيضة بصخرة صمودنا، ويجب بهذه المناسبة تجديد العهد لصناعة المعجزات التنمية بالتسلح بالصمود الذي هو أهم سلاح. من جانبه أوضح رئيس الجالية الإريترية في جوبا السيد هابتوم ترئي أن المواطن الإريتري أينما كان قلبه مع وطنه والحفاظ على الاستقلال ديدنه، مؤكدا ثقته في تكرار معجزات الصمود والتصدي في التنمية في عهد السلام. وشهد الاحتفال الذي استمر لأكثر من 8 ساعات عروض فنية وثقافية. وفي سياق مماثل احتفل الإريتريون المقيمون في باريس وضواحيها يوم 25 من مايو الجاري بعيد الاستقلال. وخاطبت الحفل سفيرة إريتريا في فرنسا السيدة هانا سمون قائلة: لقد بلغنا هذه المرحلة عبر صمود وتصدي الشعب وحكومته، ويجب تدعيم الاستقلال بالتنمية. وذكرت بأن عملية السلام بداية لخطوات إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وهو
ومن الأولويات تقوية تأثيرها الإيجابي على المستويين الإقليمي والعالمي. كما احتفل الإريتريون المقيمون في بكين الصينية بعيد الاستقلال. احتفل الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا بالذكرى 28 للاستقلال. واحتفل الإريتريون المقيمون في هاريسبرغ وأوكلاند وسان خوزي ومينابوليس وسانت باولوس في الولايات المتحدة بعيد الاستقلال. وفي الاحتفال الذي جرى في مدينة هاريسبرغ ببنسلفانيا تجمعت الأسر لتعطي الاحتفال بهاء. واحتفل الإريتريون في أوكلاند بفعاليات تورث القيم الوطنية للأبناء والبرامج الفنية. وكان الإريتريون في سان خوزي قد احتفلوا مسبقا بعيد الاستقلال رافعين العلم الإريتري في شوارع المدينة. وأقام الإريتريون في مدينتي مينابوليس وسانت باول بولاية مينيسوتا حفلا يوم 25 من مايو بمناسبة عيد الاستقلال شارك فيه مدعي عام الولاية كيزي أليسون معربا عن إعجابه بتماسك واتحاد الإريتريين، وسلم رسالة شهادة للجالية الإريترية من حاكم ولاية مينيسوتا وعمدة مدينة سانت باول تعلن تسمية يوم 24 من مايو يوم إريتريا في المدينة وعموم الولاية. واحتفل الإريتريون المقيمون في مدن تورنتو وساكستون وإدمنتون وكالغاري وأوتاوا وفانكوفر الكندية بعيد الاستقلال. وحضر احتفال تورنتو عمدة المدينة جون توري مهنئا باسم مجلس المدينة ومشيدا بالأخلاق الطيبة وتماسك الإريتريين وجهودهم للحفاظ على ثقافتهم وقيمهم ونقلها لأبنائهم. واحتفل الإريتريون في مدن كيلان وفوبرتال ونورنبيرغ الألمانية بعيد الاستقلال ببرامج عكست الوئام والاحترام المتبادل بين أفراد الشعب الإريتري وفعاليات تورث التراث والثقافة للأبناء. افتتحت يوم 27 من مايو الجاري في فندق أسمرة بلس بالعاصمة أسمرة ورشة عمل لبحث الوقاية من الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان أنظمت بالتعاون بين وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا. وألقى المدير العام لقسم الصحة الشعبية في وزارة الصحة الدكتور عندي برهان تسفاتيون كلمة الافتتاح أوضح فيها استفحال الحوادث الطبيعية والحوادث التي يتسبب فيها الإنسان على مستوى العالم خلال 30 عاما الماضية، وظلت تسبب تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الاجتماعي وحياة المجتمعات والشعوب. كما كانت تظهر في إريتريا كوارث بمستوى أقل في مختلف الأوقات مثل البراكين والمجاعة والفيضانات وغيرها. من جانبه أشار الدكتور يوهانس كابرات الذي ألقى كلمة ممثلا لمكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا إلى أن الدول كانت تعمل بتركيز على الكوارث المتوقعة بصورة منسقة، ونتاج ذلك كانت تجري في أفريقيا برامج الصحة الشعبية الطارئة أكثر من 100 مرة في العام، موضحا بأن إريتريا تعمل بجدية معدة مستندا وطنيا حول السلامة الصحية. وقدم الدكتور نوغوي نسينغا من مكتب منظمة الصحة العالمية توضيحا حول مكافحة الكوارث وسبل الوقاية. كما قدم الخبراء الصحيون في وزارة الصحة توضيحات مماثلة حول أنواع الكوارث المتوقع حدوثها في إريتريا ومستوى التعرض لتلك الكوارث. وفيما يتعلق بالهدف من تنظيم هذه الورشة أدلى الدكتور عند برهان تسفاتيون بتوضيح مسهب لوكالة الأنباء الإريترية أوضح فيها أن الكوارث ارتباط مباشر بحياة الإنسان، وأن هذه الورشة نظمت للتباحث حول علاقة العمل مع الجهات المعنية للتعرف على جوانب القصور والأسباب والأضرار بطريقة مدروسة وتقديم رد إيجابي بصورة سريعة ومنسقة في حال حدوث هذه الكوارث. ويشارك في هذه الورشة التي تستمر حتى 31 من مايو الجاري مسؤولين من فروع الوزارة في الأقاليم وغيرها من الوزارات، إضافة إلى ممثلين من منظمة الصحة العالمية وغيرهم. قال ممثل مكتب الخدمات الصحية في مديرية فورتساوا الممرض أمانويل أيوب أن تنامي الوعي الصحي خاصة لمكافحة الأمراض يحقق نتائج مرضية. وأوضح بأن حياة الترحال الرعوية تشكل تحديا للخدمات التي يقدمونها، مشيرا إلى تقديم الخدمات في جميع مناطق المديرية بجهود وكلاء الصحة الريفية ومساهمة الكادر الصحي، وأن 49 امرأة حامل وضعت في الممارسات الصحية، كما انخفضت نسبة الإصابة بالملاريا وتوسع التطعيم. وذكر إمكانية تطور الخدمات الصحية بإضافة المؤسسات الصحية تماشيا مع سعة المديرية وازدياد السكان وتجميع القرى. وأشاد السكان بجهود ضمان الصحة العامة، مؤكدين المساهمة لضمان استمرارية عمل المؤسسات الصحية. هذا ويوجد في مديرية فورتساوا مركزين صحيين و3 عيادات.
مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قتل 30 شخصا على الأقل وفقد عشرات آخرون في حادث غرق قارب في إحدى بحيرات جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق ما أفاد مسؤول محلي. وقال سيمون ويمبا رئيس بلدية منطقة أونونغو أنه تم انتشال 30 جثة، مضيفا أن 350 راكبا كانوا على متن القارب، نجا منهم 183 شخصا. ووقع الحادث في بحيرة ماي اندومبي. وأشار رئيس البلدية إلى أن حصيلة القتلى مؤقتة، متحدثا عن صعوبة تحديد عدد المسافرين. يشار إلى أن النقل النهري واحد من وسائل النقل الأكثر استخداما في الكونغو الديمقراطية، نظرا إلى وجود كثير من الممرات المائية في هذا البلد الأفريقي. وحوادث القوارب شائعة، وعادة ما تسببها الحمولة الزائدة للركاب والبضائع. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة تعزز زيادة الصراع في أمريكا الجنوبية. وقال الوزير الروسي عقب لقائه نظير الكوبي برونو رودريغيز إلى أن تصرفات واشنطن تجاه فنزويلا هو تجاهل كامل لإرادة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نفسها، لأن الإدارة الأمريكية تبذل الآن كل جهد ممكن لضمان تحول الاختلافات الأيديولوجية بين الحكومات إلى مواجهات سياسية وحتى إلى مواجهة عسكرية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأشار لافروف إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الكوبي سبل تعزيز التعاون في مجال الطب والصيدلة ومجال الإلكترونيات وغيرها من المجالات المهمة، مشيرا إلى أنه أجرى عددا من الاتصالات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع كوبا. تسرع السلطات في بيرو أو تسرع السلطات البيرو الخطى لتقييم الأضرار الناجمة عن زلزال شدته 8 درجات هز منطقة الأمازون، مما أوقع قتيلا على الأقل. وقادر رئيس البيرو مارتن فيزكارا العاصمة ليما لتفقد الأضرار التي خلفها الزلزال القوي الذي وقع بمنطقة لوريتو في شمال البيرو، مصرحا إلى أنه أكبر زلزال شهدته البلاد خلال 12 عاما. وذكر مسؤولو الطوارئ أن شخصا واحدا على الأقل قتل في منطقة كاخاماركا بعد سقوط صخرة على منزله. وقال مركز الطوارئ الوطني في البيرو أن ما لا يقل عن 11 شخصا أصيبوا، ودمر أكثر من 50 منزلا، وتعرض العديد من المدارس والكنائس والمستشفيات والمراكز الطبية تعرضت لأضرار. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الشرق من مدينة مويوبامبا. يشتهر اليابانيون بالحرص على النظام خاصة عند ترتيب الأسرة في الصباح، لكن قواعد السلوك هذه ذابت أدراج الرياح خلال منافسات التأهل لبطولة غير معتادة وهي معركة الوسائد. وأقيمت المنافسات في مدينة إيتو الصغيرة التي تبعد نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طوكيو. وشاركت فرق من شتى أنحاء المنطقة للتنافس في الحدث الذي أصبح من أكثر الفعاليات قرابة في اليابان منذ عام 2013. والمنافسة الإقليمية التي أقيمت يوم السبت ضمت 16 فريقا في محاولة للتأهل للمسابقة الوطنية التي ستقام في فبراير القادم. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء. وفري تاتني فين ما قتلمعي عدي عدي صعري عدي انكو قلبي تشاعت ترسي عدي وليلا هاجر صندوق قرسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا.
عدي ذلين عيني عدي عد وفري تاتسن فين ما قتلمعي عدي عد صعري عدي انكو قلبي تشاعت ترسي عدي وليلا هاجر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا